لا اسمعك. نحن نسمع فيك سيد عبد الله، تفضل. كويس. انا رئيس مجلس ثوار طرابلس، واللي ما يعرفش مجلس ثوار طرابلس يسال عنه ويسال عن الدور اللي قايم به. وانا نتكلم بلسان ثوار الشرفاء الحقيقيين، انا ما اتكلمش من شخصي او من عبد الله ناكر، هذا كلام الثوار الحقيقيين في الشرق، في الغرب، في الجنوب. آلية في الجنوب يتصلوا بنا ونحييهم من خلال برنامجكم، يقولون لي ذلك. آلية في الشرق، في هنا في الغرب. احنا نتكلموا بلسان البسيط، بلسان احنا معاذ الله نكونوا احنا ضد وزاراتنا او ضد سيادتنا او ضد المستشار. احنا مستشار، هذا رمزنا، رمز ثورتنا، وحتى معتبرينه خط احمر، ومعتبرينها الشخصيه اللي التفينا حولها بدايه ثوره 17 فبراير، وما زال ملتفين حولها الى النهايه. باذن الله لين نوصل ليبيا لبر الامان. ولكن لما انت يصير شيء بيلمس، احنا لما طلعت كمثال، نجيب لك مثال يعني فضل. اللي هي اعاده بث قناه المقبور. اعاده بث قناه المقبور صارت بلبله داخل طرابلس، عند ناس بتفجر الكهرباء بتاعنا، صارت مشكله في تونس، صارت مشكله في سبها، طلعوا بالاعلام، طلعت الازلام. هذا شيء اوحي به للمتخلفين وللواهيين وللجراثيم اللي موجوده بيناتنا. ايوه سيد عبد الله، بس يا سيد عبد الله، بس القناه سيد عبد الله طالبنا قبل حتى ما نصر. نعم بس القناه ما طلعتش تبث من مصر يا سيد عبد الله. لا انا لا اسمع فيك السؤال. القناه مش على النايل سات، ما طلعتش تبث من مصر اصلا. نايل سات احنا لما فتحنا عفوا لو سمحت، احنا كمواطن بسيط فتحت لقيت نايل سات مكتوبه تردد 8.9 تقريبا على الهوريزونتال. سيد عبد الله ناكر، عفوا لكنك لست مواطن بسيط يعني. نايل سات هذا شيء انا ما نعرفهاش، انا نعرف فتحت جهاز التلفاز. سيد عبد الله ناكر، انت لست بمواطن بسيط يعني لكي لا تعرف ان قناه المقبور هي بثت من نايل سات. لو سمحت عيد السؤال. نعم. انت لست بمواطن بسيط مثل ما قلت، انت قلت انك رئيس مجلس ثوار طرابلس، فيعني عندما تتكلم مع سفير، المصري انت تتكلم بصفتك متكلم او متحدث بالمجلس ثوار طرابلس، فأنت لست بمواطن بسيط يعني لتقول أنك لم تعرف أنها تبث ليست من نايل سات يعني أو something. لما أسمع السؤال للأسف الشديد يقطع، لما أسمع جيد سؤالك. أوكي سيد عبد الله ناكر، ما الذي دار بينك وبين السفير المصري؟ لما أسمع السؤال للأسف الشديد. ما الذي دار بينك وبين السفير المصري عندما تقابلت مع السفير المصري؟ نعم زارني السفير المصري. ما هو السؤال؟ لما اسمع السؤال للاسف. ماذا دار بينكما؟ ماذا دار بيني وبين السفير؟ نعم. دار اتفاق، زارني السفير ودار اتفاق ان يعني عندنا احنا طلبنا منا اشياء من المصري، من المجلس العسكري المصري، من المجلس العسكري المصري. اول حاجه الازلام اللي موجودين بمصر اللي سارقين اموالنا، هذا يجب ان يجمد اموالهم فورا. هذا ازلام يشتغلوا باموالنا نحن، اموال الليبيين وصرفوا اموالنا. عفوا سيد عبد الله ناكر، باي صفه تطلب ذلك؟ باي صفه تطلب ذلك؟ يعني عندنا حكومة، يعني أنت بأي صفة تطلب ذلك؟ إحنا عندنا حكومة يعني خلاص. صفتي ساير ليبي رئيس مجلس ثوار طرابلس، هذا ما يأثر على ثورتنا بمثل السيادة الليبية. أنا لا أستشير أحد في كلام هذا. صفتي رئيس مجلس ثوار طرابلس، وصفتي أنا يوم لقيت يوم قمنا، يوم لقينا الرصاص، ويوم لقينا الزرات، ويوم لقينا اكلنا العشب، قاتلنا بدون حذاء. هذه صفتي قاتلنا بدون حذاء. الان المتشبثين يعني لحظه اموالنا باي صفه يعني نسكتوا لهم. احنا صفتنا نتكلموا من مبدا الحق. بالطبع مش حنسكتوا يعني، بس يعني انت اي شخص يقدر يمشي ويكلم السفير المصري ويقول له الكلام هذا؟
انت قلت بصفتك يعني ثائر ليبي، يعني اي ثائر ليبي يقدر يمشي للسفير المصري يتكلم معاه؟ السفير المصري هو، يعني ما جبته بالسيف، السفير المصري هو اللي زارني واحنا طلبنا منه. انا السفير المصري عندما زارني ما قلت له تعال لي بالسيف، هو عرف ان في رئيس مجلس طرابلس مع عبد الله ناكر وطلب زيارته، فقلنا له تفضل جالس نتبع يا ثوار. باي سيد عبد الله، سيد عبد الله، هذا مع احترامي للسياده الليبيه. سيد عبد الله، سيد عبد الله، يعني انت مالك شايف ان بعض تصريحاتك او يعني هذه الخروج بالتصريحات الاعلاميه بدون ما يكون في تنسيق بينك وبين هذه السياده للدوله كوزاره دفاع ورئاسه اركان، كأنت رجل ثائر، وهذا كله نحن ما عندناش عليه اي يعني ما عندناش فيه اي شك. يعني هذه التصريحات وهذه الامور مش يجب ان يكون هناك تنسيق ما بينك وما بين الحكومه، وزاره الدفاع، رئاسه الاركان، حتى تخرج هذه التصريحات. واذا كنت كما قلت انك مواطن بسيط، انت ليبي مواطن بسيط، وكلنا مواطنين ليبيين وبسطاء، اذا كانت هذه التصريحات تحتاج الى متحدث رسمي، لماذا لا يكون هناك متحدث رسمي لوسائل الاعلام يتحدث باسم ثوار طرابلس ورئيس مجلس ثوار طرابلس السيد عبد الله ناكر، وحتى يتم التنسيق وما تصيرش بلبله؟ ليش ما يكون شكي سيد عبد الله باش نتلافى الاخطاء؟ ما عندنا، نحن ما عندناش مانع. احنا لما احنا نتكلم مع بعض ما نعطي فرصه لهذه الجهات، اعطينا فرصه للوزارات، اعطينا فرصه للمجلس الانتقالي، ما فيش حد يتكلم على الموضوع هذا. لان الاخوه عطلوا وكلمناهم بلغناهم بالشيء هذا، كل مكتب بعثنا له بيان رقم 4 اللي طرحناه في المؤتمر الصحفي، اللي الحمد لله بفضله، انا مش لكش روح بفضله فكرت الاذاعه، لو لم ينزل بيان هذا الى اليوم قاعدين يرقصوا ويطبلوا ويردونا بضحيه شاكير. هذه حقيقه لازم يفهمها اي شخص، وهذه معروفه، القاسي الثاني عارفها. احنا لما شيء مالك يا استاذ، يا لما تخرج اي شيء يبي يوصل في ثوره 13 فبراير، اي شيء يوصل في السياده الليبيه، رانا مش ملزومين ننتظر احد. راهي حاجه هذه تخصنا احنا، لان احنا اللي مأمنين واحنا اللي واقفين واحنا اللي ساعدين. الوزارات هذه مع احترامي لها الى الان قاعده ما ورثناش خيرها من شرها، قاعده كيف باديه، قاعده ما هيش قادره الحقيقه، يعني ما زال في ضعف شديد في هذه الوزارات. احنا الان قاعدين يقدموا لنا بنماذج، كل يوم نموذج، احنا الثوار اللي معانا نبي نقدموهم للوزارات هذه، الى الان ما طلبوا منا لا اعداد، لا طلبوا منا كم يبوا شخص، لا طلبوا منا كم يبوا العمر، لا طلبوا منا ذلك جيب اسمه وصندوه وصممه وجيب صورته، يعني زي ايام القذافي صور وعبي صور وعبي كل يوم. تعرف الان امس بعد ما كملنا خلصنا تعبئه الثوار، امس بالتحديد جابونا نموذج جديد، قالوا لا لازم النموذج الاول لا ما يمشيش، هذا النموذج الجديد عبوه، يعني بنقعد نعبوا ونمحوا ونكتبوا زي ايام المقبول، يعني قاعدين نستخدموا في بنفتح مصورين، يعني المصور قاعد الناجح الوحيد العام الناجح في ليبيا. هذه السرعات بالله يكونوا واضحين يا جماعه، وحقيقه لازم يفهم الجميع، ليبيا تمام لما ليها الثوار، وليبيا يفترض وجوه الثوار، احنا عندنا مهندسين، عندنا دكاتره، عندنا طيب سيد عبد الله انت اشرت ان احنا مهندسين وعندنا ناس، كل هؤلاء الناس موجودين بجميع المهن بما فيهم حضرتك. انا حسب معلوماتي ان حضرتك رجل مهندس مدني، صح ولا لا؟ متى سيعود عبد الله ناكر الى حياته المدنيه ام يرغب في الحياه العسكريه؟ هل عبد الله ناكر سيعود الى الحياه المدنيه ام يرغب في الحياه العسكريه؟ عبد الله ناكر سيعود للحياه المدنيه ويخدم في الساحه عندما تعود الدوله، عندما الوزارات تمسك مكانات او تملى فراغات. عندما الان احنا والثوار الليبيين والاحرار الشرفاء اهل الجنوب ماسكين بالجنوب وبدون اموال، عندنا ثوار ماسكين الحقول وبدون اموال، كل فحم المروسي، عندنا ناس شدة الحشيش والمخدرات وبدون اموال، عندنا ناس ماسكه في المصارف وبدون اموال، وكلها بخدمه ليبيا. انا الثوار اللي معي ماسكين حقول مولى عبد الله ناكر، هذه الحقول لليبيا كل،
لما يمسك الحد ما تخشش الحشيش وما تخشش المخدرات وما ينباعش السلاح. نعم بارك الله فيك. نعم. هذا بدون مقابل. سيد عبد الله ناكر رئيس مجلس ثوار طرابلس، نشكرك على هذه الإيضاحات وهذه الفسحة معنا. شكرا لك سيد عبد الله.